عمرك اتعرّفت على حد وكانت تصرفاته غريبة واختفى فجأة من الحياة؟ أهو ده اللي حصل معايا. أنا روان، عندي 20 سنة، وأختي الأكبر مني عندها 26 سنة وبتشتغل في بنك. كنت دايمًا باتردد عليها في الشغل وأنا مخلّصة الكلية عشان نروّح البيت مع بعض، لإن طريقنا كان واحد، كان شغلها جنب كليتي، فكنت وأنا راجعة من الكلية باعدّي عليها ونروّح سوا. وفي يوم كنت واقفة مستنية أختي قدّام البنك، كان فاضل لها 5 دقايق وتخلّص شغل، ولمّا خلّصت خرجت وقالت لي: "بُصّي، أنا هادخل الحمام قبل ما نروّح، أنتِ عارفة الطريق طويل." قُلت لها: "طيب ماشي." وسابتني ودخلت الحمام، وفضلت أنا واقفة برّه مستنياها. وحصل موقف غريب جدًا، وأنا واقفة لقيت واحد جاي يقول لي: "أنسة روان." بابُص لقيته شاب شكله غريب جدًا وملامحه حادة أوي، شكله خلّى قلبي يتقبض، بس ردّيت عليه لإنه نده لي باسمي، وقُلت له: "حضرتك تعرفني؟" قال لي: "آه بصراحة، أنا زميل أختِك في الشغل وأحب أتعرّف عليكِ. أنا اسمي نبيل، عندي 28 سَنة، وبصراحة أنا مُعجب بيكِ أوي وعايز أتقدّم لِك." فرحت بصراحة إنه عايز يطلب إيدي، بس كان في إحساس جوايا مش مريحني من ناحيته، فاترددت بصراحة إنه يدخل بيتنا، وقُلت لازم أكون مقتنعة بيه قبل ما يقعد مع أهلي. المهم رديت عليه وقُلت له: "بصراحة أنا مش بافكر أرتبط خالص، فمن رأيي لو نتعرف شوية على بعض بمعرفة أهالينا في الأول بس، ولو ارتحنا لبعض ناخد خطوة رسمي، لو ما ارتحناش كل واحد يروح لحاله." قال لي: "ما فيش مشكلة." وادّاني رقمه، وهنا أنا كنت غلطانة، كان المفروض أخلّيه ييجي يتقدّم لي رسمي على طول، بس ما أعرفش ليه ما كنتش مرتاحة له، مش مرتاحة من ناحيته خالص ومتلخبطة. المهم خرجت أختي من الشغل ورجعنا على البيت، ومن بعدها ابتدى الشخص ده يكلمني في التليفون ونتعرف على بعض، وكمان بقينا نتكلم على الفيسبوك. كان شخص غامض جدا، وكل ما أسأله عن أهله يتهرب مني. قلت في نفسي يمكن يكون بينه وبين أهله شوية مشاكل مثلا، وبعد كده هيعرفني عليهم. كان بيعمل تصرفات غريبة جدا وبيعرف أنا عايزة إيه من غير ما أقول. كنت بستغرب، يعني في مرة مثلا كنت بتكلم معاه وإحنا قاعدين على الفيس، لقيته بيقول لي: "افتحي الباب." قُلت له: "ليه؟" قال لي: "هتلاقي مندوب معاه بيتزا، مش أنتِ نِفْسِك في البيتزا؟" المهم قُمت فتحت الباب، لقيت فعلًا مندوب ومعاه بيتزا، ولقيت إن هو بيقول لي إن البيتزا دي مدفوع حسابها. رجعت تاني واتصلت بيه وقُلت له: "أنت عرفت منين إن أنا عايزة آكل بيتزا؟" قال لي: "حسيت بيكِ، ما تعرفيش يا روان أنا باحبِك قد إيه." قُلت له: "أيوه، بس أنت عرفت منين؟ أنا ما قُلتلكش إن أنا عايزة آكل بيتزا وما قُلتش لأي حد أصلًا." قعد يتوه في الكلام ويقول لي إن هو بيحبني وإن هو حاسس بيّا وكده، بس أنا ما اقتنعتش بصراحة بكلامه، وكان ليه تصرفات غريبة كتير يعني، غير إن شكله ما بيدُلّش خالص على مستواه المادي، شكله شخص فقير جدًا ومبهدل وبيتكلم في فلوس كتير جدًا، ودايمًا بيجيب لي حاجات ويبعتها لي. كمان الغريب في الموضوع إن أنا أصلًا ما اديتلوش عنواننا. قعدت مع نفسي وقُلت يمكن يكون كلم أختي عليّا مثلًا وعرف منها عنوان بيتنا وعرف منها إني باحب البيتزا، وجات بالصدفة إنه جابها في الوقت اللي أنا نِفْسي فيها، يمكن. قعدت بعدها ألمّح لأختي وأجِس النبض كده وأشوف هي فاهمة حاجة والّا لأ، وتعرف حاجة عن الشخص اللي اسمه نبيل ده والّا لأ. لكن اكتشفت إن أختي ما تعرفش أي حاجة خالص، ولا حتى لمّا باكلمها عن زمايلها في الشغل كانت بتجيب لي سيرته، كأنها ما تعرفش عنه أي حاجة. المهم كبّرت دماغي وما رضيتش أحكي لها على الموضوع في الوقت ده لأحسن تقول لأهلي في البيت، وكمان خُفت أحطها في موقف مش حلو مع زمايلها في الشغل، وعشان كده فضّلت إن أنا أخلّي الكلام بيني وبينه، ولو في نصيب هاقول لها، لو ما فيش خلاص نقفل الموضوع من غير ما أي حد يعرف. كبّرت دماغي لحد ما في يوم قررنا نتقابل برّه، وقعدنا في كافيه هو اللي كان مختاره، ولمّا قعدت معاه كنت خايفة أوي منه ما أعرفش ليه، كان بيبُص لي بنظرات حادة جدًا، شكله كان مخوّفني، والتعامل معاه كان مخوّفني أكتر. قال لي: "تشربي إيه؟" لسه هاقول له لقيته بيطلب لي الحاجة اللي أنا كنت هاقولها. قُلت له: "إيه اللي بيحصل ده؟ أنت إزاي عرفت إن أنا دي الحاجة اللي كنت هاطلبها؟" قال لي: "ما تشغليش بالِك، أصل أنا بابقى فاهم اللي قدّامي كويس أوي." قُلت له: "أنت أكيد مش بني آدم زيّنا." وفي وسط الكلام لقيته ليه تصرفات غريبة جدًا وحركات بيعملها بعينه وبوشه وببُقُّه غريبة جدًا. قُلت في سري شكله مريض نفسي والّا إيه، أنا لازم أقوم أمشي. لكن في اللحظة دي لقيته بيقول لي: "أنا جايب لِك هدية هتعجبِك أوي." قُلت له: "إيه؟" ولقيته بيطلّع خاتم دهب وبيدّيه لي، فرحت جدًا بالخاتم لإنه كان شكله غالي أوي وقيّم. قُلت له: "شكرًا."
أنا متشكرة أوي على الهدايا اللي أنت بتجيبها لي. عايزة أقول لكم إنه كان مغرّقني هدايا، وكلّها حاجات غالية جدًا وماركات، بس كنت باستغرب، يعني شكله ما يدُلّش على الفلوس اللي معاه خالص. كمان كان بيجيب لي الحاجات دي ليه؟ هو إحنا لسه اتخطبنا والّا بيننا حاجة رسمي؟ الموضوع كان غريب جدًا، ما كنتش عارفة أتطمن والّا أخاف منه. مرّة يجيب لي طقم دهب، مرّة يجيب لي لبس كتير أوي، ومرّة يجيب لي موبايل غالي، لحد ما في يوم لقيته بيكلمني وبيقول لي: "انزلي أنا تحت البيت." ولمّا نزلت لقيته بيدّيني مفتاح عربية وبيقول لي: "شايفة العربية دي؟ من النهارده العربية دي بتاعتِك." سكِتّ شوية من الصدمة، العربية كانت غالية أوي، فرحت أوي بيها، بس في نفس الوقت مصدومة، ما فيش حد بيعمل مع حد كده، أكيد ليه أهداف تانية غير إنه يتجوزني، مش عارفة. المهم في وقتها كنت فرحانة أوي بالعربية، لإني من وأنا صغيرة كان نفسي يبقى عندي عربية أوي، فتحت العربية وركبت، وأول ما ركبنا قُلت له فرحتي بالعربية نسّتني إن أنا مش باعرف أسوق، كنت فرحانة أوي بيها بصراحة. قال لي: "ما تخافيش هاسوق أنا." وفعلًا بدّلنا الأماكن وهو ابتدى يسوق العربية، كانت فخمة أوي. المهم طلعنا بالعربية بس أنا ما كنتش مرتاحة أبدًا، وقُلت له: "إحنا هنروح فين؟" قال لي: "هاخدِك مكان حلو أوي وهاعرّفِك فيه على أهلي." قُلت له: "بجد؟ أنت عمرك ما كلمتني عنهم." قال لي: "أديكِ يا ستي هتشوفيهم." وفضل يمشي بالعربية ويدخل في شوارع ما أعرفهاش، شوارع غريبة جدًا، وفي نفس الوقت ما أعرفش أرجع، كنت قلقانة أوي. طلّعت موبايلي وقُلت أحاول أتصل بأي حد، لكن للأسف لقيت التليفون فاصل شحن، رغم إن أنا لسه شايلاه من الشاحن، ودي كانت حاجة غريبة جدًا. فضلنا على الطريق ماشيين وأنا مش فاهمة أي حاجة ولا عارفة إحنا رايحين فين. قُلت له: "إيه الطريق ده؟ أنا أول مرّة أشوفه." فجأة لقيته لَف وشه وبَص لي وملامحه كلّها متغيّرة، وقعد يقول كلام كتير مش مفهوم، كإنه بيقرا عليّا حاجة، وفي اللحظة دي ما حسيتش بنفسي وفقدت الوعي، ولمّا فُقت لقيت نفسي في مكان شبه المقابر، ولقيته واقف ومعاه سِت وراجل شكلهم غريب وشكلهم مرعب أوي. قُلت له: "مين دول؟ أنا فين؟" قال لي: "دول بقى ماما وبابا، مش كان نفسِك تتعرّفي عليهم؟" قُلت له: "أنا عايزة أروّح، أنا خايفة أوي." قال لي: "ما تخافيش، إحنا في الشارع عادي." قُلت له: "لأ، أنا مش عارفة المكان ده، أنا أول مرّة أشوف شارع زي كده، أنا عايزة أرجع بيتي." ولقيت أمه بتقرّب منّي وبتقول لي: "ما تخافيش، ابني بيحبِّك أوي على فكرة وعمره ما هيأذيكِ، بس أنتِ حاولي تحافظي عليه واوعي تحكي أي حاجة بينكم لأي حد." خُفت من كلامها وحسّيت إنها بتهدّدني، ما أعرفش ليه، شكلها كانت بتقرا أفكاري، لإن أنا كنت بافكّر إن بعد اليوم ده ما أعرفوش تاني. المهم قُلت له: "أنا عايزة أروّح." قال لي: "بس كده؟" وراح عامل حركة بإيده، لقيت نفسي في البيت، دخلت أوضتي وفضلت أعيط وأنا مش فاهمة إيه اللي حصل معايا، مش ممكن، ده أكيد جِن. أيوه، دول أكيد كلّهم عيلة من الجِن، مستحيل يكونوا بني آدمين، شكلهم مش طبيعي وطريقتهم مش طبيعية. فكّرت أعمل إيه، قُلت هاروح أحكي لأختي، ورُحت فعلًا لأختي أوضتها، ما حكيتلهاش اللي حصل لي طبعًا، لإني خُفت أحكي لها، لكن سألتها عن نبيل، إذا كان هو زميلها في الشغل والّا لأ، وتعرفه بقى لها قد إيه. وكانت المفاجأة إن أختي قالت لي: "ما فيش حد في البنك اسمه نبيل أصلًا." المهم قُلت لها: "إزاي، أنتِ بتقولي إيه؟" ده أنا معايا رقمه ومعايا على الفيس، حتى أورّيكِ الaccount بتاعه وصورته. فتحت الفيس ولسه هاورّيها الaccount ما لقيتلوش أي وجود، ولا ليه ولا صورة على موبايلي، رغم إن أنا كنت محتفظة بصوره، ولا في account باسمه ولا أي بيانات ولا أي حاجة. قُلت لها: "طيب أنا معايا رقم." رنّيت على الرقم لقيت إن الرقم ده مش موجود أصلًا، رُحت لشركة الخَط وطبعًا هُم ما بيرضوش يدّوا أي بيانات عن أي رقم. ولكن عشان البنت اللي هناك كانت صاحبتي، خدت الرقم عشان تشوف ده رقم مين، والمفاجأة إنها قالت لي: "الشركة ما نزّلتش رقم زي ده قبل كده، والرقم ده مش من عندنا." اتصدمت طبعًا باللي هي قالته، يعني إيه يعني الرقم ما لوش وجود والaccount ما لوش وجود، يعني الشخص ده بقى ما لوش أي وجود في الحياة، يعني ده فعلًا جِن والّا إيه؟ أنا خايفة أوي، دخلت في حالة نفسية صعبة أوي، وفضلت حابسة نفسي في الأوضة خايفة أخرج منها، قعدت فترة كبيرة. عايزة أقول لكم إن كل الهدايا اللي هو كان جايبها لي بقت حاجات مش نافعة من ساعة ما اختفى من حياتي، والحاجات اللي هو جايبها لي يا إما بايظة يا إما مقطّعة، حتى العربية راكنة في الشارع وأنا خايفة أركبها، ما باستعملش أصلًا أي حاجة من اللي هو جابها، لإني خايفة منه أوي. فضلت على الحال ده فترة طويلة، لحد ما في يوم قررت أنسى كل اللي حصل وأبدأ من جديد، قُلت أنزل أغيّر جو مع أصحابي، وفعلًا نزلت وقعدنا على البحر. وكنا مبسوطين وبنضحك ونهزر، لحد وإحنا قاعدين
شُفت اللي صدمني، ولحد هنا واستنونا في الجزء التاني. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.